السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأخبار جديدة. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. المسحة السريعة تثبت إصابة 3 لاعبين في الزمالك بفيروس كورونا. أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن المسحة السريعة التي خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة باليوم بالدوري أظهرت إصابة 3 لاعبين في الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمساحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه. وقال طبيب الزمالك في تصريحات لتايم سبورت إنه لم يتم عزل هؤلاء اللاعبين الثلاثة إلا بعد التأكد رسميا من إصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أن النتيجة ستظهر صباح الأحد. وجهت إدارة نادي الزمالك خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للاعتراض على تغيير طريقة التحليل الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بتوقيع اللواء علي مقلد بصفة مديرا تنفيذيا للنادي، وتوقيع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، حيث أوضحت إدارة النادي أنها ترفض تماما تغيير طريقة تحاليل كورونا من المسحة PCR إلى تحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع ريبيت تيست. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، لو أول مرة بتشوفنا وتسمعنا اشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد.